إلا دوزتي 30 عام ولا 35 وباغية باش تهلاي في راسك وما عارفاش منين تبداي. إلا وصلتي لهاد لاج وبديتي كتحسي براسك بأن العمر ولا كيجري وبأن علامات السن ولاو كيبانو فيك، معليش ما تقلقيش. في هاد الوقت اللي رحنا فيه أي حاجة عندها حل. رحنا ولينا كنشوفو في هاد العصر بأنها مولات 50 عام كتقولي عليها عندها غير 25 عام، ومولات 30 عام كتقولي عليها عندها غير 20 عام. المهم ما علينا، خصك غير تعرفي كيفاش تهلاي في راسك. أول حاجة بغيتك تعرفيها هو أنه طريقة باش كنتي كتهتمي بنفسك شحال هذه في العشرينات ماشي هي نفسها اللي خصك تبقي عليها مستمرة كتعتني بنفسك بنفس الطريقة في الثلاثينات وفي الأربعينات. هذا هو الخطأ اللي كديريه، كنتي كتعتمدي على مسائل اللي بسيطة باش تبين الجمال ديالك وباش تهلاي في البشرة ديالك وفي الشعر ديالك، ولكن هذاك الشيء كان يجيب نتيجة شحال هادي. كنتي كدير غير كريم فير اند لوفلي وكيجيب لك نتيجة، كنتي كدير غير كريم نافيا وكتجيب لك نتيجة، ولكن دابا خصك تعتني من الداخل ومن برا. غادي نفهمك اللي كان هادي شحال فعال اليوم ما بقاش فعال، لأن البشرة ديغرادات، لأن البشرة ولات كتفقد الكولاجين ديالها. على داك الشيء بغيتك تهلاي لي في راسك داخليا وخارجيا. أولا خصك تهلاي في الماكلة ديالك. إلا كنتي كتخربقي في الماكلة اليوم ما حدك انتي كتكبري، وخصك تهلاي في الماكلة ديالك، تعتمدي على البروتينات وعلى الخضر والفواكه. ما تنساوش البنات الخضر والفواكه لأنهم فيهم فيتامينات كثيرة اللي كتفيدنا البشرة ديالنا وكتفيدنا الجسد عامة ديالنا. حاجة أخرى، إلا كنتي كتهلاي هذه شحال غير بلا كريم وكيجيبوا نتيجة، دابا خصك ترتكزي على السيرومات ولا كريم اللي كتكون فعالة وفيها بزاف ديال المواد اللي كتفيد البشرة، بحال الكولاجين، بحال بحال لاسيد هيالورونيك، بحال بزاف ديال المسائل اللي كتكون مهمه بزاف للبشره وكتكون فعاله. السيرومات البنات خصكم تعرفوا بانهم فعالين على لا كريم. لا كريم كتبقى غير برا، ما كتسربش مزيان الطبقات البشره داخليا، ولكن السيروم هو اللي كيتسرب وكتشربوا لنا البشره مزيان. على داك الشيء نبغيك منين توصلي 30 و35 40 فما فوق خصك ضروري ديري سيرومات اللي كتكون فعاله واللي كتكون الفعاليه ديالها مركزه مزيان. على داك الشيء السيروم راه صدقيني كيتغلغل في البشرة كتر من لا كريم، هذه اللي بزاف ما كيعرفوهاش. حاجة أخرى أنه خصك تهتمي داخليا يعني بلي كومبليمون أليمونتير، بالمكملات الغذائية. المكملات الغذائية في هذا السن مهمة بزاف، لأن الجسم ديالنا كيفقد بزاف ديال الفيتامينات وبزاف ديال المواد اللي كتكون فيه فلاج اللي هو صغير في العشرينات وقبل. الإنسان كيكون عنده تركيز كبير من الفيتامينات ومن المعادن، ولكن زايدين وحنا كنزيدو فلاج وزايد، والمعادن والفيتامينات كيتراجعوا اللور وزايد، وهو الجسم ديالنا كيعرف بعض الجفاف وبعض. وعلى داك الشيء خصنا الترطيب بزاف. ارتكزوا البنات على الماء، شربوا الماء بزاف، وارتكزوا على المكملات الغذائيه. المكملات الغذائيه غادي تقولوا لي بحالاش؟ اول حاجه خصك ديريها هي انك ضروري ديري كور ديال يعني كنقصد بها 3 شهور داومي على الكولاجين، داومي عليه مدة ديال 3 شهور. منين تكمل ديك 3 شهور كتولي
تعوضيه بحاجه اخرى وعاد كترجعي له من بعد، كتخلي الجسم ديالك يرتاح شويه باش منين كترجعي له عاود يتشربوا مزيان الجسم ديالك، ما كيكونش ولف عليه وصافي. واخا تبقاي تعطيه الكولاجين ما يبقاش يتشربوا مزيان. على داكشي كنقول لك 3 شهور ديريها كور وتوقفي شويه، شهرين ولا 3 شهور عاود وتولي عاود كور اخرى ديال الكولاجين. وبلا ما نساو فيتامين دي، البنات اللي ما كيتعرضوش للفيتامين للشمس ضروري خصهم فيتامين دي، لانها مهمه بزاف اللي كيبقى شعرها يتساقط وما عارفاش علاش، وهو راه نقص في فيتامين دي ولا نقص في الحديد. الحديد البنات ضروري خصكم تعبروا الخزان ديال الحديد الا شفتوا الشعر ديالكم كيطيح بزاف. على داكشي راه خص الانسان شحال ما كبر شحال ما يراقب المسائل ديالو ويدير وتكون عنده واحد المراقبة دورية للفيتامينات والمعادن ديالو. ما فيها باس البنات مرة نديرو واحد التحاليل نعرفوا راسنا واشنو عندنا، واخا غير مرة في العام تعرفي راسك الجسم ديالك واشنو فيه، واش ناقصاتك شي فيتامين، واش عندك شي حاجة ماشي هي هذيك. لأنه شحال ما درتي هذا الاختبار الدوري كتعرفي الجسم ديالك واشنو ناقصو ولا واشنو خاصك. حاجة أخرى قلنا الكولاجين، نراقبوا الحديد، نشوفوا الفيتامين دي واش عندنا مزيانة ولا خاصنا نعاونوا بفيتامين دي نشريوها من الفارماسي. الزنك البنات هو مهم بزاف للمرأة، حنا كنساء الزنك مهم لينا بزاف زيادة على الحديد. الزنك راه مهم بزاف، الزنك مهم للبشرة للشعر لكل شيء، يعني ضروري هو نشوفوا ونراقبوا الزنك ديالنا واش مزيان ولا لا. حاجة أخرى البنات، كاين واحد المكمل غذائي اللي زوين بزاف اللي هو لاسبيرولين البنات مزيانة بزاف للجسم ديال المرأة لأنها مليئة بالحديد وبالمعادن وكل شيء. لاسبيرولين بوحدها إلا خديتيها راها كافية، فيها بزاف ديال الأمور اللي كتفيدك في شعرك، تفيدك في البشرة ديالك، كتفيد الجسم داخليا وخارجيا. البنات حاولوا تهلاو فراسكم داخليا وخارجيا. داخليا بالمكملات الغذائية، بالماكلة المزيانة، بالشرب الكثير من الماء والنعاس البنات، تنعس ما تنساوش تنعسوا الوقت المحدد ديالكم 7 سوايع حتى 8 سوايع ضروري لا أقل. إلا كانت كتر شوية معليش، ولكن أقل لا لا لا. كاين بزاف اللي كينعسوا 3 سوايع 4 سوايع 5 سوايع، هذا الشيء راه كيأثر لكم بشكل مباشر على البشرة ديالكم، كيطيحوا لكم الخديدات ديالكم، كيهبطوا لكم لساغن، كينداروا لكم لي بوش تحت العينين، كتباني بأنك عيانة وبأنك إنسانة ماشي حياتك ماشي صحية، كتبان في وجهك بأن لا أنوثة لا حتى شي حاجة ما كتبقى تبان فيك. وحتى ولو أنك ديري مكياج ولا أنك ديري هكذا سوان ولا ما كيبقاوش يبانوا فيك، لأنك ضعتي راسك بالنعاس. النعاس مهم بزاف البنات، والبنات اللي ما كينعسوش راه زعما كيكون واضح على الوجه ديالهم، كيبان عليه العياء ويبان عليه بأنه الإنسانة ماشي في صحة مزيانة وكل شيء، كيبان عليها التعب وكيبان عليها العياء. البنات النعاس راه مهم بزاف، نعسوا القدر الكافي ديالكم، حاولوا تنعسوا بكري وتفيقوا بكري أحسن حاجة. حاجة أخرى في هذا لاج الإنسان زايد وهو يكبر، زايد وهو ضروري
العضلات ما كتبقاش، الكتله العضليه ما كتبقاش، المراه كتبقى زايده وهي كتحس براسها بان الجسم ديالها ما بقاش كي كان شحال هذه في العشرينات، كتبقى تحس بان الكتله العضليه ما بقاتش هي. دونك خصها ترتكز على البروتينات كما قلت لكم في الماكله ديالها، وترتكز على الرياضه مهمه بزاف في هذا العاج. زايده وانتي تكبري، زايده وانتي خصك تداومي على الرياضه ما كتبقاش شي حاجه اللي تسليه ولا شي حاجه اللي غير زايده ناقصه، لا، كتولي ضروره. الرياضه مع لاج كتولي ضروره، من 30 عام الفوق الرياضه راها كتولي ضروره قصوى. 30 عام 40 عام الرياضه راها خص تكون الرفيق الودود ديالك. حاجه اخرى البنات، نقصوا ما تلوموش نفسكم، نقصوا من العلاقات التوكسيك، العلاقات السامه، نقصوا من الحاجه اللي تعصبكم. حاولوا ما امكن، بحال قلت لكم في واحد الفيديو قبل تكلمت لكم على الكورتيزول، وهو واحد الهرمون اللي زايده نتيا فلاج وزايد، وداك الهرمون كيزيد عندك، وهو هرمون أنا كنسميه هرمون الغضب والعصبية، لأنه بالغضب والعصبية كيتكون هرمون الكورتيزول. إذن النصيحة اللي نقد نقول لك هي أنه بعدي على الغضب والعصبية. شحال ما تعصبتي ماشي في الصالح ديال صحتك، شحال ما تعصبتي شحال ما كتدمري الجمال ديالك، كتدمري الجسم ديالك، كتدمري الجسم ديالك. علاش كنقول لك الجسم ديالك؟ لأنه بديك العصبية كيتزاد هرمون الكورتيزول. إذن بما أنه كيتزاد حتى مستوى الخصر ديالك، الخصر ما كيبقاش نحيف عندك، كيتسع، كيولي عندك امتلاء في الخصر، وهنا كترجع النظرة ليك والجسم ديالك. ما كتبقايش راضية على الجسم ديالك، ما تفاجئي كيفاش انا الجسم ديالي كان زوين وزايدو هو كيديكرادا، زايدو هو كيضيع. علاش؟ هو كلشي راه سبابو هرمون الكورتيزول، وسبابو الاعصاب وداكشي اللي كترضيه لخاطرك. صدقيني راه حتى حاجه في الدنيا ما كتستاهل. خذي الامور ببساطه. اليوم راه عندك مشكل قد الجبل، غدا يبان لك والو، نقطة، ما يبان لك والو. هادي تبقى تضحكي على راسك كيفاش انا تعصبت على هذا الشيء، ها هو داز. اي حاجة كتجي كبيرة وكتدوز، ما ديريش في خاطرك، ما تردش لخاطرك، ما تعصبيش، ما تقلقيش، لان الحياة ما كتستاهلش، وراه كتدمري غير خلايا الجسم ديالك. والخلايا العصبية اون فوا كتدمر راها ما كترجعش. حافظي على صحتك بالهدوء، بالتأمل، بالإحساس أنك عايشة معية الله، بأن ربي معك، بأن أي حاجة ربي غادي يدير لها تاويل. عيشي بالإيمان قوي، عيشي بالاعتناء بالذات، عيشي بشويه ديال الانانيه. بغي راسك كتر ما تبغي اللي حداك، بغي راسك كتر ما تبغي لونتوراج ديالك، ما تعطيش كتر من جهدك. شتي في هاد لاج، في هاد لاج زايده وانتي كتزيدي، زايده وانتي كتضحي. ما تضحيش على لا، ما تضحيش مع ناس اللي في واحد الوقيته غادي تحتاجيهم ما تلقايهمش. ما تضحيش كتر من القياس. اعطي ولكن بالعقل، اعطي ولكن ماشي فوق من الطاقه ديالك. بغي نفسك، خنتي نفسك، اهتمي بنفسك، اعطي وقت لنفسك، لانها تستاهل، ولانك تستاهلي كأنثى كامرأة. العناية كتكون من الداخل ومن برا، العناية كتكون في دماغك قبل ما تكون في الحياة اليومية ديالك. معتقداتك على نفسك هي اللي كتجسد الواقع ديالك.
ضروري خص تكون عندك نظرة إيجابية على نفسك، ضروري تكون عندك تصالح مع الذات. أي حاجة في هذا الوقت اللي رحنا عايشينه، وفي عصر التجميل وفي عصر الاعتناء بالذات، أي حاجة ممكن أنك تصلحيها، ممكن أنك تعتني بها، ممكن أنك ترضي نفسك نسخة أحسن من اللي راكي عليها. كنبغيكم وكنحماق عليكم، تهلاو في راسكم.